بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث التجاري، شعبة الشؤون القانونية، مادة اللوائح المالية والإدارية. الدرس الثالث النهاردة معانا وهو استكمال لأركان القرار الإداري، وهناخد تاني ركن النهاردة وهو ركن الشكل. تعريف ركن الشكل: هو المظهر الخارجي الذي تفصح فيه جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة، يعني الشكل الخارجي لصدور القرار. القاعدة هنا بتقول هي عدم خضوع القرار الإداري لشكل معين، ممكن أن يكون القرار شفويا أو ممكن أن يكون مكتوبا، ومع ذلك توجد بعض الحالات الاستثنائية التي يتطلب فيها المشرع شكلا معينا في إصدار القرار. وأول حالة معانا النهاردة وهي تسبيب القرار الإداري، يعني معناه إن لازم يكون في سبب للقرار الإداري. اتنين، إذا تطلب المشرع أخذ رأي جهة معينة قبل إصدار القرار. الحالة الثالثة وهي سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه قبل إصدار قرار بتوقيع جزاء عليه. ثالث ركن معانا وهو ركن السبب. تعريف ركن السبب: هي الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع جهة الإدارة لاتخاذ القرار، يعني هو الفعل اللي خلى جهة الإدارة تتخذ القرار. الرقابة القضائية على ركن السبب: يراقب القضاء ركن السبب من حيث: واحد، الوجود المادي للوقائع، أي التحقق من صحة الوقائع التي استندت إليها الإدارة في إصدار القرار، يعني لازم تشوف الوقائع أو الفعل اللي اتخذت ليه الإدارة القرار. اتنين، التكيف القانوني للوقائع، يعني مدى صحة الوقائع وفقا لأحكام القانون، يعني لازم نشوف صحة الوقائع طبقا للقانون. رقم ثلاثة، الملائمة، هي النتيجة التي انتهى إليها القرار ومدى مناسبتها للوقائع التي أدت إلى إصداره، يعني لازم تكون النتيجة ملائمة للوقائع. وآخر حاجة، بشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.